اخواتي اخواني، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناه مطبخ فاطمه. اذا الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون وصفه جد حصريه كالعاده، لذيذه المذاق ورائعه المنظر وسهله في التحضير وبالاخص جد اقتصاديه، وهي كيكه بمكونين فقط. ندوزو باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اذا المقادير اللي غنحتاجوهم اليوم لتحضير الكيكه ديالنا هما 165 غرام ديال الشوكولاط اسود، يعني ما يعادل 22 حبه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان، وثلاثه ديال البيضات اللي تنكونوا عزلنا الاصفر على الابيض ديالهم. بالنسبه لاول مرحله في التحضير ديال كيكه اليوم، يعني ربع ساعه قبل ما نبداو كنشعلوا الفرن على 150 حتى 170 درجه، وكنديروا ان بان ماغي لاننا غادي ندوبوا فيه الشوكولاط. اذا هنايا كندير الشوكولاط ديالي في واحد الاناء، هنايا باليد، وغادي ندوز نديرو في حمام مريم. اذا هنايا من بعد ما درت كيف ما كتشوفوا الاناء ديالي في حمام مريم، غادي ندوز ولما نتسنى انه يذوب ليا الشوكولاط غادي ندوز وغنطلع بيض البيض. اذا هنايا غادي نقول نفس الملاحظه بالنسبه للنساء اللي ما كيتوفرش عندهم الطراب الكهربائي، ممكن انهم ياخذوا ان بان ماغي يديروا فيه الاناء اللي فيه البيض ويخدموه باليد ديالهم. الطريقه بالرغم من انها يعني كتطلب جهد ووقت اكثر ولكنها فعاله بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان. غادي ندوز نطلع الابيض الابيض ديالي. اذا هنايا طريقه اخرى باش كنعرفوا واش بيض البيض وجد معنا، كيكون شكلنا يعني فاش كنحيدوا الطراب من الخليط ديال من البيض البيض كيكون شكلنا هذا المنقار هذا، ففي هذه الحاله هذه كنعرفوا بانه وجد. اذا هنايا من بعد ما داب لي الشوكولاط حيدته من حمام مريم، وغادي نضيف عليه صفر البيض بالحق، نحرك بسرعه بهذه الطريقه هذه، نحاول نحركه بسرعه لان الشوكولاط سخون. نحاول نستخدم هنايا الطراب. كما كتشوفوا الخليط ديال البيض والشوكولاته انسجم. الان غادي ندوز وغادي نضيف ابيض البيض، غادي نقسموه على ثلاثه ديال الاجزاء. غادي نضيف الجزء الاول. بالنسبه للجزء الاول فانا غادي نخلط بالطراب، غادي نمزجو مع خليط الشوكولاط واصفر البيض. هنا غادي ندوز وغنضيف الثلث الثاني، يعني الجزء الثاني من ابيض البيض، ولكن هذه المره غادي نحرك بلا سباتون. غادي نحاول انه ما يتهرسليش بيض البيض بهذه الطريقه. نجمعوا الجوانب الاناء ديالنا. اذا هنايا من بعد ما نسجم لي الجزء الثاني ديال بيض البيض مع خليط ديال الاصفر البيض والشوكولاته، غادي ندوز وغادي نضيف الجزء الثالث، وغادي نستمر في التحراك مع الحذر انه يتهرس لي بيض البيض، يعني نحركو غير بشويه كالعاده بهذه الطريقه هذه. اذا هنايا من بعد ما ساليت جميع الاجزاء ديال بيض البيض كيولي عندي الخليط بحال هكا، يعني القوام ديالو تيولي هكذا. غادي ندوز غنجيب المول ديالي اللي كنكون مسبقا غلفتو ببابي سولفيريزي وكنخوي فيه الخليط
بهذه الطريقه. يعني المول الا كان عندكم دائري يكون القياس ديالو 15 سنتيم. بالنسبه ليا هنايا انا كنخدم بمول مستطيل، عندي تقريبا 18 على 10 سنتيم. اذا هنايا قبل ما ندخل الاناء ديالي للفرن كنحاول نضربو بهذه الطريقه هذه باش الا كانوا فقاعات ميبقاوش عندي، لانهم تيتكونوا مع ابيض البيض. اذا بهذه الطريقه هذه. اذا هنايا غادي ندخل الكيكه ديالي الفرن اللي مسخن مسبقا على 150 درجه تقريبا مده 30 دقيقه، ولكن كيبقى على حسب كل فرن، لانه كاين الفرن اللي كيسخن في ساعه وكاين اللي كيتعطل. بالنسبه للفرن الغازي فغادي نخليوها على نار تكون جد مهيله، وغادي نرجعوا باش نشوفوا القوام ديال الكيكه ديالنا. اذا هنايا من بعد ما خلينا الكيكه ديالنا تبردات فانا حيدت ليها البابي سولفيغيزي من الجناب. غادي ندوز الان نحيدوها من الاسفل، نحاول معها غير بشويه بهذه الطريقه. هنايا انا الشوكولات كان عندي فيه شويه ديال الحبيبات اللوز فهما ترسبوا للاسفل. فوالا غادي ندوز الان وغادي نقدمها وغنوريكم الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. اذا من بعد ما خليت الكيكه ديالي بردات فانا درت عليها شويه ديال السكر ثقيل. من الافضل تخليوها تتبرد مزيان عاد تفكوها من المول، لانني انا ما عنديش الوقت وحيدتها سوغ بلاص، لذلك من الفوق يعني تنطرات لي شي شويه. نبغي نوريكم غير القوام ديالها من الداخل كي كيجي، فكيجي القوام ديالها بحال البودينغ، خفيفه بزاف والمذاق جد رائع. نتمنى انكم تجربوها. اذا كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى انكم تجربوها. الى عجبتكم المرجو الضغط على زر الاعجاب وانكم تبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي باش توصلوا بكل جديد، لانه مازال جاي بزاف ديال الوصفات الحصريه واللي جد اقتصاديه. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.